من كام يوم سمعنا إن مسجد مسبيرو اتسمى باسم الإمام الليث ابن سعد، وناس كتير سألوا مين الليث ده وليه يتسمى مسجد باسمه. تعالوا نعرف مين هو الإمام الليث ابن سعد اللي علمه ملا الدنيا بس للأسف ضاع مع الزمن. الليث ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي الكلشكندي وكنيته أبو الحارث، اتولد سنة 94 هجرية في قرية اسمها كلشكندا في دلتا مصر، وسامحني لو بقول الاسم غلط. أصله فارسي وأسرته كانت من موالي قبيلة بني فيه، علشان كده بنلاقيه منسوب ليهم بالولاء. الإمام الليث بدأ حياته متعطش للعلم، اتعلم في مصر على أيدين كبار التابعين، وبعد كده هو عنده حوالي 20 سنة سافر لمكة علشان يحج، وهناك درس من علماء الحجاز. بعدها رجع مصر، بس المرة دي بقى عالم كبير، الناس كانت بتجيله من كل مكان عشان تسأله، وأهل مصر عظموا مكانته جدا، حتى القضاة والولاة كانوا بيرجعوا لرأيه. الإمام الليث بقى المرجع الأول للفتوى في عصره، وكان ليه كلمة مسموعة. مسك قضاة مصر في ولاية حوصرة ابن سهل، والخليفة أبو جعفر المنصور عرض عليه يبقى والي مصر لكنه اعتذر. الليث ابن سعد كان غني جدا، كان بيكسب حوالي 20,000 دينار في السنة، والدينار الواحد بيساوي 4.25 جرام دهب. احسبها كده وقول لي طلعت معاك كام. مع كل ده كان زاهد وكريم، وبالرغم من ثروته عمره ما حب الفلوس، وكان دايما بيصرفها على الفقراء. من كتر كرمه كان بيقول ما وجبت عليه زكاة قط، وده مش لأنه ما كانش بيدفع، لأ، ده لأنه كان بيصرف فلوس على الناس قبل مرور الحول، يعني قبل ما تمر سنة كاملة على الفلوس اللي عنده. وفي مرة جات له ست قالت له إن ابنها نفسه في شوية عسل، فقال للراجل اللي معاه اديها مرت من العسل، يعني برميل تقريبا. فالناس سألوه إن الست طلبت شوية تقوم تديها برميل، فرد الإمام وقال فيما معناه هي طلبت على قدرها وإحنا اديناها على قدرنا. ده غير إنه كان بيطبخ للناس في الشتاء هريسة بالعسل والسمنة، وفي الصيف سويق اللوز بالسكر. أما هو فكان بياكل عيش وزيت بس، ومحدش يقول لي إزاي عشان معرفش. الإمام الشافعي قال الليث أفقه من مالك إلا إن أصحابه ضيعوه. الإمام أحمد بن حنبل قال الليث كان كثير العلم وصحيح الحديث. الإمام الليث كان بيروي الحديث عن كبار التابعين زي عطاء بن أبي رباح عن السيدة عائشة رضي الله عنهما، والمقبري عن أبي هريرة رضي الله عنهما. وروى عنه ناس كتير زي ابن وهب ابن المبارك وأشهب وغيرهم. الإمام الليث ابن سعد اتدفن في مقابر الصدفيين في نص شعبان سنة 175 هجريا، قبل وفاة الإمام مالك ب4 سنين تقريبا، وفي ناس اختلفوا في النقطة دي. الليث ابن سعد كان عالم كبير في الفقه والحديث، واتقال انه كان افقه من الامام مالك نفسه، بس للاسف تلامذته ما كتبوش علمه، علشان كده مذهبه ما انتشرش. وبالتالي لما نسمع ان مسجد كبير زي اللي في مسبيرو اتسمى باسمه، نعرف ان ده تكريم مستحق لعالم من اعلام الاسلام. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.